السلام عليكم الاخوان، كنتمنى تكونوا بخير وبألف خير. اليوم غنوريكم كيفاش تخلصوا الضريبه ديالكم ديال الطوموبيل في اقل من 2 دقائق. داكشي غيكون خفيف ظريف. اول حاجه غندخل للتطبيق ديال البريد بنك. ملي كتدخل للتطبيق ديال البريد بنك، اول حاجه كطلبوا منك المود باس، غتدخلو هنايا. غتدخل مباشره للتطبيق. من وراها مباشره غتدخل للاداء، غتمشي للاداء الضرائب والرسوم. كاينه تما غتورك عليها. من وراها غيطلع لك الكونت ديالك، غتورك عليه الكونت الاول. انا وريت على الكونت الاول ديالي، غدير اداء الضريبه على السيارات، غتورك عليها. وهنايا غيطلبوا منك تدخل مثلا الطوموبيل شنو فيها، الف ولا باء. انا عندنا الف. غتدخلها، وهنايا غتدخل الترقيم ديالها 14 ديال المحمديه. وهنايا غتدخل الرقم ديال السياره ديال كل واحد اللي كيكون في السياره. وهنايا غتدخل العام هنايا. ومن وراها غتدخل واش ديازل ولا مازوت، وغدير اوكي. وغدير عدد الاحصنه راك تكون في كارت كريز. هو شحال فيها ديال الخيل. بالنسبه للطوموبيل فيها 9 ديال الخيل. كتخلص في الضريبه ديالها 1500 درهم. من وراها كدير تحميل. هنا ما عطانيش باش ندوز، وهنا انا اصلا درت واحد الخطا. شنو هو الخطا؟ هو في هذيك البلاصه ديال العام ما خصكش دير الموديل ديال الطوموبيل. خصك دير السيارة 2025، يعني الضريبة ديال السيارة. وأنا كنت درت هاد الغلط هذا، ومن بعدها ندهرف شو بغيت نوريه لكم باش بنادم حتى هو ما يغلطش. من ورا دير 2025 تما، وغدير استمر. من وراها غيعطيكم التحميل. من وراها هنا غيطلع لكم سميت السيارة ديالكم. هنا باش تعرف المعلومات راه عندك صحيح، راك طلع سميت السيارة ديالك. وهنايا صافي راه غدير غتورك على ديك العلامة بانك باغي تخلص، وغتدخل المود باس ديالك اللي منك تبغي تدخل لابليكاسيون كتدخلو. صافي هنا كدور تحميل بحال هكاك، واحد دقيقة بحال هكاك ما كاملاش. من وراها غيدوزك مباشرة بانك خلصتي الضريبة ديالك. من ورا الاخوان ملي تخلصوا الضريبه راه كيكون السيت ديال مديريه العام للضرائب، راه غتعاودوا تدخلوا فيهم نفس المعلومات. من ورا واحد اليومين و 3 ايام راه غيعطيكم الضريبه غيعطيك الضريبه كامله ديالك اللي خرجتي باش تستخدم. هنا عطاونا الاخوان بان العمليه لم تكتمل، ولكن عاود دخلت لابليكاسيون لقيتها كملات. لا عطاكم بحال هكا، عرف المشكله في لابليكاسيون. لو وصلتوا لهنا الخوت، ما تنساوش تشاركوا في القناه وتفعلوا الجرس وديروا لنا شي لايك، واللي عنده شي سؤال يخليه لي في كومونتير غنجاوبو ان شاء الله.